السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضراتكم يا ريت نشارك المقطع ده عشان نوصل لعبدة الشيطان اللي عايزين يشوهوا صورة البلد من رئيس لجيش لشرطة. عايزين نوصل لهم الفيديو ده عشان نعرفهم ونوريهم الشرطة المصرية إزاي بتتعامل مع ناس مش مظبوطة. يعني أنا من وجهة نظري أقول على الشخص ده إن ده بلطجي، يعني ده بلطجي أيًا كان نوع الواقعة، يعني سواء عربيته هو اللي مخبوطة أو هو اللي خبط عربية، ولكن المقصود من الفيديو شوفوا كده الشرطة المصرية، وشوفوا كده ضباط شرطة المرور بيتعامل معاه بكل أدب وكل رقي وكل احترام، وبيحاول يهدّيه. ولكن إحنا بنسمع عكس كده، يعني بنسمع إن الشرطة ماشية كده تسِب وتلعن وتشخط وتنطر ويا ابن كذا ويا ابن كذا، ولكن من أرض الواقع بنشوف الواقع بيقول غير الكلام اللي إحنا بنسمعه. يعني إحنا كشعب مصري بنعيش في أرض الواقع غير الخرفان اللي هم خارج البلاد عبدة الشيطان اللي مش عايشين معانا. يقول لك الشرطة المصرية بتتعامل مع المصريين بأوسخ التعامل، وهو زي ما حضراتكم شايفين، يعني بالرغم من إن بلطجي متوحِّش، ولكن الشرطة اتعاملت معاه بكل أدب واحترام ورقي. تحية عظيمة وكبيرة لرجال الشرطة المصرية، وربنا يحفظ مصر. تحيا مصر.